حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ حبيت اشوفكم اليوم اول يوم لتحضيراتي الاكل اللي حشارك بيه بيوم اللاجئ العالمي اللي هو يوم الجمعة، بس اليوم يصادف ثلاثاء. فلأن أنا عندي دوام أصلا وما قبلوا ينطوني إجازة، فراح أجهز من هسه الأكل اللي يحتاج بأنه يحتاج يبقى بالثلاجة قبل لا أطبخه. أول شي أنا قلت لهم راح أسوي فلافل، ومن البارحة نقعت الفلافل وغسلتها. هاي تقريبا 15 كوب. أنا أقيس بهذا الكوب، أكثر شي أقيس بهذا الكوب يطلع لي مضبوط. 15 كوب من الحمص مغسول ومنقع من الليل. طبعا راح أسوي قسمين، لون أبيض واللون الأخضر اللي هو أضيف له معدنوس. هاي عندي أني بصل وثوم ومعدنوس، وراح أبلش أثرم وبعدين أقسمه نصين، اللي هو نص فلافل بيضة ونص فلافل بمعدنوس اللي هي خضرة يصير لونها. ابقوا وياي وحشوفكم تحضيراتي من أول يوم للطبخ لحد ما نوزع للناس الأكل. طبعا أول أكلة اللي هي الفلافل اللي راح أجهزها اليوم اللاجئ العالمي اللي هو الريفيوجي داي هنا بأمريكا بولايتنا. راح أجهز الفلافل. والأكلة الثانية اللي هي برياني، فما راح أسويها اليوم، أجهزها قبل يوم، يعني أجهز الحشوة والتمن بنفس اليوم أطبخها إن شاء الله. والطبق الثالث اللي هو الحلويات، أنا مقررة بأنه أسوي حلاوة شعرية، وأكيد راح تعجبهم لأن هنا الأكل الديفرنت المختلف هو كلش طيب بالنسبة لهم. وأكيد الأكل مالتي يعني إن شاء الله حيعجبهم، لأن هاي السنة الثالثة أنا جاي أطبخ بهيجي مناسبة، بهيجي يعني ايفنتس اللي هو الريفيوجي داي. فراح أبلش بترم الفلافل وأثرمه وأخلي له ملح وبهارات بدون صودة، وأخليه اليوم الجمعة من أرجع من الشغل إن شاء الله أبلش أقليهم حتى ياكلوها حارة وفرش. وحنبلش. وهاي خلصت أول قسم، هسه أبلش أترم بالفلافل الخضراء. اوكي، هسه حبلش بالفلافل الخضراء. خلصت الوجبتين، راح ابلش اثرمها. بعد اني استعمل هذه مال الشوربة حتى انعمها بعد
بس مو كلش اسويها ناعمة، يعني تصير وسط، ما بيها حبوب كبيرة. هسه ابلش اخلي البهارات. عندي هذا الكاري، اخلي خاشوقة، خاشوقتين وبس، خاشوقة اللي بيها كرفس حمود النكهة، والبهارات اللي أنا مسويتها خاصة بالفلافل. بالخاشوقة وهاي الخاشوقة، بعدين ملح، اخلي بس خاشوقة كل وحدة، الأقل كل وحدة ملح، لأن راح أضيف العنبة، والعنبة هي أصلا بها ملح حتى ما تصير مالحة كلش. وهاي العنبة العراقية، وهي هيجي حتصير جاهزة. وبيومها راح اقليها، بس قبلها يعني اضيف لها بيكنج باودر على مود تنفش وتخلص اول اكلة اللي هي الفلافل. هاي خلصت الفلافل، صارت الساعة 3 بعد ساعتين للاحتفالية، وهي خلصت الشغل كله.